السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبزتنا اليوم تنفع لأصحاب الحمية ومرضى السكر في رمضان كأرضية للمعجنات، وهي الأساس بيض وطحينة وأي نوع جبنة. طبعا ما أحط ملح لأنه الجبنة مالحة، ورشة كربونة وبيكنج بودر وخل، أخلطهم بعدين أضيف الطحينة والجبنة. طبعا أنا أفضل إنك أنت تدخليها الفرن تستوي بعدين تخرجيها تضيف الخلطة اللي تبغيها. أنا أول واحدة عملتها بالزعتر مع الجبنة ورشة زيت زيتون بعد ما خرجتها، وحطيت الجهة الثانية جبنة وديك رومي مدخن. نفس المقادير ونفس الطريقة والخلطة، لكن ما حطيت هناك حطيت طبعا زعتر وتوم بودرة، هنا حطيت بزار العيش وشمر حبوب وحبة سودة حبوب، ودخلتها في الفرن. استوت ونضجت بس ما حمرت. خرجتها حطيت جهة بيتزا وجهة خلطة العيش باللحم. طبعا أنا ما عندي كرات، حطيت بس طحينة ولحمة مفرومة ودخلتها الفرن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كأنك بتاكلي عجينة ولا باين طعم الطحينة فيها. الخلطة الثالثة مقدار واحد عملته بيضة وملعقتين طحينة، لكن ما حطيت جبنة بيضة، حطيت جبنة مثلثات أو جبنة كيري، وحطيت فانيليا وملعقة صغيرة سكر لأنه هذه أرضية حالية. حطيتها في الفرن انخبزت، بعد ما خرجتها دهنتها باللبنة وحطيت جبنة موزاريلا وشيدر وحبة سودا ودخلتها على ما دابت. رشيتها بالفانيليا عفوا بشيرة بالفانيليا أو عسل حسب الرغبة. برضو يا جماعة روعة، ولا هي ولا باين طعم الطحينة فيها. آخر حاجة والرابعة إني عملتها عيش عادي، حطيت بزار العيش زي العيش باللحم، بزار العيش وشمر وحبة سودا، وخبزتها في الفرن. أول ما طلعتها قطعتها مربعات زي التوست، أقدر أفتحها، أقدر أحشيها بأي حشوة أنا حبتها، تونة دجاج. أنا هنا عملت بيض بالسبانخ وحشيتها، تقدر تحطي مايونيز كاتشب شطة. يا جماعة جدا جدا لذيذة، أتمنى إنكم تغامروا وتسووها، وبالصحة والعافية عليكم جميعا.